بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل مناقشة كتاب الأستاذ منصور عامر خارطة الأمل. بيتكلم في الجزء الثاني، بيقول الجزء الثاني من خارطة الأمل: تحقيق معدلات نمو اقتصادية غير مسبوقة. بيتكلم زي ما قلنا إن هو هيطرح التصورات دي في بيوت التمويل وفي المؤتمرات الاستثمارية، وهو ما يحدث رواجا لتلك المشروعات لكونها جديدة وطموحة ولكنها واقعية التنفيذ. وبعد كده بيبتدي يعرض المشروعات دي حسب تصوره. طبعا بيتكلم عن مضاعفة الطاقة الفندقية في 10 سنين و15 مدينة سياحية جديدة، دي ناقشناها طبعا في الجزء الأول. بيتكلم عن تحويل 8 مليون فدان تروى بالغمر لأنظمة ري حديثة، رش أو تنقيط. طبعا ده حلم، ووزارة الري عندها مشروع لتحويل 8 مليون فدان لري حديث خلال 8 سنين أو 7 سنين، والمشروع مطروح وبيطبقوه. وفعليا أقول لكم بكل أمانة المشروع لم ولن يطبق بالصورة اللي هم طرحينها، وهو برضو مجرد أحلام. المشروع ده طبعا ضرورة قومية عاجلة، لكن بالطريقة اللي هم عارضينها مش هيتم، ولا طبعا بالطريقة اللي عارضها المهندس منصور عامر. في الحقيقة برضو طريقة جديدة بيحقق المشروع، بيحقق طفرة تنموية بإذن الله، وده مطروح في الكتاب أو في الخطة اللي بتكلم عليها، ومشروع مهم جدا بإذن الله، لكن بالطريقة اللي طرحها وزارة الري واللي طرحها الأستاذ منصور عامر مش هيتم. طبعا بيتكلم على هيزرع 8 مليون فدان جديدة بعد تطوير الري، ودي طبعا معلومة علميا خاطئة. بيتكلم طبعا هو في دراسات وفي هو طبعا بعيد عن المجال، علشان كده ما يعرفش محدودية الموارد المائية، والحمد لله في حلول غير تقليدية لإخراج مصر تماما وبصورة جذرية من منطقة الفقر المائي. وطبعا في تكنولوجيات جديدة وتطورات جديدة جدا، بخلاف ان في حلول غير تقليدية. طبعا بيتكلم في موضوع الري ده، بيقول ان احنا عندنا الري بالغمر يروي 3 فدادين ري بالتنقيط وفدانين ري بالرش. المعلومة خاطئة جدا، ان احنا عندنا بنستهلك حوالي 60 مليار متر مكعب مية. برضو احنا ما عندناش 8 مليون فدان، ده للمعلومية. البيانات التعبئة والإحصاء بتتكلم عن 8 مليون و700 ألف فدان، وده برضو رقم فيك مزيف غير حقيقي. احنا لو عندنا 6.5 مليون ل7 مليون فدان يبقى كويس جدا. مصدر المعلومات ديت اعتمدت على بيانات اللي هي هيئة التنمية الزراعية. الهيئة ديت طبعا احنا عارفين ان كل المستثمرين كل واحد بيروح يعمل خريطة مساحية ويعمل خريطة GPS ويقول انا بستصلح المنطقة ديت ووضع ايدي عليها وزرعتها، وهو طبعا ما بيكونش نفذ اي حاجة، هو بيسقع على الارض، واحنا عارفين النظام ده. بالعكس احنا يبقى كويس جدا لو كنا في مطلع الثمانينات حوالي 6.5 مليون فدان، يبقى كويس جدا خلال 30 سنة اللي فاتوا ان احنا او 35 سنة اللي فاتوا تقريبا تعدينا على 2 مليون فدان من الأراضي الزراعية، وتحولت لأراضي بناء ومناطق سكانية جديدة. يبقى كويس جدا لو قدرنا نحافظ على 6.5 مليون فدان دولت النهاردة. طبعا احنا استبدلنا الأرض الخصبة بأرض تانية، لكن مش مشكلة. مساحة مصر عندنا 19 مليون فدان، تعتبر بها طفلة زراعية قابلة للزراعة.
وفي تصورات كبيرة في المواضيع دي، لكن طبعا الرقم مش 8 مليون فدان. احنا بنستهلك حوالي 60 مليون فدان في الري، 60 مليار متر مكعب للري الزراعي. لو حولنا المساحة، لو يعني حولنا للري الحديث، طبعا احنا عندنا تلت مية الري بيهدر من على راس الترعة على ما يوصل للأرض في الترعة وفي القنوات. دي أول حاجة. يبقى احنا عندنا تقريبا اللي بيوصل حوالي 40 مليار. لو ري حديث هيبقى تقريبا كده. طبعا احنا بنتكلم عن ان احنا معالجين 10 مليار وإلى. الحقيقة التصور اللي هو طرحه مش دقيق، وفي تصورات تانية مطروحة أكثر دقة وواقعية وعملية. طبعا بيتكلم عن 8 مطارات دولية، أكبر منطقة تجارة حرة، 3 موانئ بحرية جديدة، كله بنظام البي او تي، وبيعتمد على التسويق في الخارج والاستثمارات الأجنبية. عايز يبني 4500 منطقة صناعية جديدة في 4500 قرية و4500 ملعب ومدينة رياضية. كل ده جميل. احنا بنتكلم عن ان عندنا 260 مدينة، عايز يعمل فيهم 4500 منطقة صناعية، يعني تقريبا بمعدل 20 منطقة صناعية في كل مدينة. مساحة كل منطقة حوالي 10 فدادين. قلنا ده هيبقى حوالي 200 مليار، 200 مليون متر مربع. طبعا تكلفة مهولة. اتكلم على ان هو هيحضر نفس الفكر الليبرالي اللي ضيع مصر وضيع الدنيا كلها. بعد كده هيبتدي يدور على الاستثمارات تيجي. نوعية المشروعات ايه مش مشكلة، هي المشروعات هتيجي وهتختار. ده مش مسؤوليتنا احنا، مسؤولية القطاع الخاص ان هو يجي ويختار. طيب انا تكلفة البنية الاساسية ديت زي ما قلت، انا اقدر اعمل مشروع قومي يحقق لي اكتر من 30 مليار دولار سنويا او 35 مليار دولار سنويا، يوفر لي 20 مليون فرصة عمل مينيمم، يعمل لي طفرة تنموية هائلة بالاستثمارات اللي هو قال عليها. بس في الفنادق، انشاء او مضاعفة الطاقة الفندقية. طبعا احنا عارفين في النهاية ان المشروعات او الاستثمارات الاجنبية بتيجي اعتمادا على حجم السوق الداخلي، مهما كانت الحوافز اللي الدولة بتقدمها. هي بتيجي في صناعات معينة، زي ما لو شفنا الصناعات اللي بتمثل او الصناعات اللي تم التوسع فيها بدرجة مهولة، صناعات بتمثل اقصى وابشع درجات الاصدار الاقتصادي بالنسبة للاقتصاد المصري. توسعنا في صناعات ملوثة للبيئة كثيفة استخدام الطاقة، دعمناها باكثر من 50 مليار سنويا. طبعا استنزاف في كل الموارد، موارد البترول والطاقة والدعم، سواء كانت غاز طبيعي، سواء كانت طفلة زي صناعة الأسمنت. تكدس على الطرق بشكل بشع. الصناعات دي حسب ما أنا مقدم في الدراسات، والحمد لله يمكن عامل دراسات على النقل في مصر، يمكن بتطرح لأول مرة. احنا عندنا تقريبا مش اقل من 700 مليار 700 مليون طن بتنقل سنويا على الطرق المصرية. تلتها تقريبا او من التلت للنص بيكون نقل المنتجات تلك الصناعة. معدلات الحوادث في الطرق في مصر وصلت ل 26 ضعف حسب التقييم المتدني، واكثر من 50 ضعف حسب تقديرات اخرى، منها تقديرات لوزارة الصحة اللي قدرت في 2007 ان كان عندنا 254 الف مصاب بمصاب وقتيل في حوادث الطرق، اللي هي كانت 20 الف حادثة. طبعا دي بتختلف تماما وبتتناقض مع بيانات وزارة الداخلية
اللي احنا عارفين هي كانت بتعمل ازاي، وشوفنا الطب الشرعي ازاي كان بيتلاعب في حاجات كتير جدا. طبعا الحاجات دي انا تعرضت لها بالتفصيل في مقالات، وبرضه داخله جزء رئيسي في البرامج اللي بقول عليها. ففي النهاية الكتاب بيعتمد على نفس الفكر، محتاج لتحقيقه تريليونات. طبعا بيتكلم على تكلفة غرقة جديدة. كل الكتاب بيخدم تقريبا على صناعة أو قطاع المقاولات. طبعا بقى بين مقاولات وصناعة سياحة، وأعمل له المرافق، وأعمل له الطرق، وأعمل له مترو، وأعمل له كذا، وهو في الآخر كل ده دعم من الدولة، وهو في الآخر يستفيد من الدعم ده. وبعد كده بعمل مرافق وبنية أساسية لمدن صناعية زي ما شفنا وغيرها، والاستثمارات تبقى تيجي. يعني هنكرر نفس الأخطاء. هيبقى عندنا بدل ما في الساحل الشمالي مهجور 9 أو 10 شهور في السنة، هيبقى عندنا مدن أشباح جديدة. كأن اللي بيجتذب المستثمر هو توفر الأيدي العاملة الرخيصة. العامل الحاسم في اجتذاب أي مستثمر هو النمو، معدلات النمو الاقتصادي الموجودة واتساع حجم السوق. الباقي كله على جنب. هو بيستثمر في الصناعات اللي هو عايزها، الصناعات اللي بتمثل إهدار زي عندنا، وكانت الجدوى الاقتصادية لها على مستوى الاقتصاد لا تتمشى مع الجدوى التجارية أو الربحية التجارية للمستثمر. يعني كان في تناقض بين الربحية التجارية للمستثمر والربحية الاقتصادية على مستوى الاقتصاد. وهنا الحقيقة لازم تطوير مفهوم العمل البنكي وسياساته في مصر. منصور بيه عامر كان سهل جدا، بيتخصص له أرض، يروح يدخل البنك، ياخد تمويل عليها، ينزل إعلانات في الجرايد، يبتدي يبيع ويحقق مليارات. احنا عارفين ان متر المرافق كان بيتكلف مثلا 300-400 جنيه او 200-300 جنيه حسب المنطقة. كان الدولة بتملكه بدولار، بيدفع الربع والباقي على 10 سنين في المناطق السياحية. معظم الأرباح اللي كانوا بيحققوها كانت هي الأرباح اللي جاية من دعم الدولة. نفس الموضوع في دراسات تفصيلية عملتها عن صناعات الأسمنت والأسمدة وغيرها من الصناعات كثيفة استخدام الطاقة والملوثة للبيئة، واللي اتمنعت من أوروبا وأمريكا ومعظم الدول الغربية من أواخر السبعينات أو أوائل ومنتصف الثمانينات، وأصبحت صناعات بيطردوها لأنها من أكثر الصناعات الملوثة للبيئة. فبدأوا يعيدوا توطينها. يعيدوا توطينها فين؟ مش هيلاقي زي مصر بياخد طاقة. سعر الطاقة في مصر كانت بتدعم الشركات دي ب50 مليار سنويا، بتروح ل40 شركة تلتنها. طبعا مش هيلاقي بياخد مية، بياخد طفلة، بياخد كل حاجة بأسعار شبه مجانية، الطرق براحته، كل حاجة مفتوحة له. قد يكون شريك للبعض، قد رشاوي تندفع، وفي النهاية تسامح مع أعلى معدلات التلوث البيئي في العالم. احنا عارفين بدل ما يركب مدخنة تكلفه 20-30 مليون وفلاتر، لا هو بيدفع 20-30 ألف وشكرا، وهكذا. فطبعا لازم مراجعة كل ده. لازم المشروعات بعد كده. احنا بنتكلم عندنا في مصر المدخرات تعتبر أقل من المعدلات المطلوبة لإحداث التنمية اللي هي للحفاظ على نفس مستوى المعيشة. مش هنقول أكتر، هنحتاج على الأقل 20% من المدخرات. احنا عندنا أقل من 14% عشان نحافظ على نفس المستوى المعيشة بعد تحييد الزيادة السكانية السنوية. فطبعا بنيجي احنا نهدرها لمستثمرين بالطريقة ديت. كمان بنلاقي ان في كتير من
الودائع المصرية ما بيستخدموهاش، بيكتتب بيها في أذون الخزانة وغيرها. طبعا كل ده منتهى الإهدار الاقتصادي. لابد ده برضو من الأمور المطروحة، لابد من مراجعة سياسات العمل البنكي. لابد أن تتوافق لأي مشروع هيتم تمويله الربحية التجارية مع الربحية الاجتماعية أو ربحية الاقتصاد بالنسبة للمجتمع، وبيكون المشروع بيتوافق الربحية التجارية مع الربحية الاقتصادية اللي هي ربحية المجتمع أو ربحية الاقتصاد. ما يكونش بيمثل إهدار، ما يبقاش هو بيكسب من الدعم، ما يبقاش بيكسب من إهدار موارد نادرة أو نبضة إلخ. بيكون ما بيكسبش على حساب الأمان البيئي. فلابد أن تتوافق الربحية التجارية للمشروع مع الربحية الاقتصادية بمفهومها الشامل. يعني احنا عايزين نطور سياسات العمل البنكي، بدل ما بيشتغل على الربحية التجارية للمستثمر، لا، مفروض يشتغل على مناهج التقييم الاقتصادي الشامل. دي مناهج معروفة ومناهج دولية وبيتم التعامل بها في الخارج. مفروض ان احنا نطور البنوك عندنا في مصر بحيث تتعامل بالتقييم الاقتصادي الشامل للمشروعات، وليس استنادا الى الربحية التجارية للمشروع فقط. هو ده اللي ودى الاقتصاد المصري في 60 داهية. الكتاب الحقيقة زي ما قلت هو بيمثل نفس الفكر بتاع الحزب الوطني، اللي هو بدون اي دراسة بيتصدوا لعشرات القضايا، بيروج مجرد احلام وردية، بيستبعد جهد العلماء والمتخصصين. مفيش عندنا في مصر الحقيقة خلال 30 سنة الماضية تم إهدار كل الطاقات المعنية بالتخطيط الاقتصادي في مصر. أصبح مفهوم التخطيط الاقتصادي مفهوم غير موجود في مصر ولا في الاقتصاد المصري. كأن الحقيقة كنا يعني كأننا كنا ماشيين في اتجاه إهدار منظم. أنا كنت دايما بسميه تخبيط اقتصادي. احنا ما كانش عندنا طول الفترة اللي فاتت أي تخطيط اقتصادي، كان عندنا منتهى التخبيط والاستنزاف والإهدار لموارد مصر الاقتصادية. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.